ازاي تدي لواحده فلاحه زي دي لقب محدش بياخده غير الاميرات؟ انت اكيد اتجننت يا فاروق. يا ترى ايه اللي حصل والحوار كان على مين بالظبط؟ حضر مشروبك وتعالى احكي لك الحكايه. تعال. حكايتنا النهارده عن الاغنيه الشهيره يا ليله العيد انستينا اللي غنتها ام كلثوم من اكتر من 80 سنه. الاغنيه دي كواليسها لطيفه جدا جدا، وفعلا الناس ما بتحسش بالعيد غير لما بتسمعها. بتبدا قصتها لما ام كلثوم كانت رايحه قر الاذاعه القديم في شارع الشريفين في منطقه البورصه في وسط البلد، وهي طالعه الاذاعه سمعت بياع كده متجول في الشارع بيقول يا ليله العيد انستينا. الكلمه دي بترن في ودن ام كلثوم، وبتطلع الاذاعه فوق علشان تلاقي بيرم التونسي قاعد بتقول له يا بيرم انا سمعت كلمه حلوه قوي تحت، يا ريت تاخدها وتجيب لنا عليها اغنيه علشان تغنيها في الفيلم اللي انا بصوره دلوقتي اللي هو فيلم دنانير. بيرم التونسي بيقول لها كلمه ايه؟ قالت له يا ليله العيد انستينا. بياخد الكلمه وعلى طول بيروح يشتغل عليها، وبعد 10 ايام ام كلثوم بتكلمه بتقول له ايه يا بيرم عملت ايه؟ قال لها والله انا تعبان جدا جدا، يا ريت تستني كمان كام يوم. قالت له لا انا مستعجله، وخدت منه الاغنيه. وبعد ما ام كلثوم خدت الاغنيه من بيرم التونسي اديتها للشاعر احمد رامي، قالت له خد يا احمد الاغنيه كملها علشان نلحق نغنيها. وفعلا احمد رامي بياخد الاغنيه وبيكملها وبيديها للملحن رياض السنباطي اللي بيلحنها، وام كلثوم بتيجي عشان تغنيها. ولما الاغنيه بتخلص ام كلثوم بتسمعها وبتعجب بيها جدا، وبتقول والله يعني خساره احطها في الفيلم، انا اخليها اغنيه لوحدها. لحد ما بيجي يوم 17 ديسمبر وتحديدا 1944 يوم 29 رمضان، وكان مصادف ان دي ليله العيد. ام كلثوم بتطلب علشان تحيي حفله في ملعب مختار التتش في النادي الاهلي. فعلا بتروح هناك وبتبدا في الغنى لحد ما بتتفاجئ بدخول الملك فاروق. هنا كان في من ضمن كلمات الاغنيه مطلع بيقول يا نيلنا ميتك سكر وزرعك في الغيطان نور، يعيش هارون يعيش جعفر ونحيي لهم ليالي العيد. ولما ام كلثوم عينيها جت في عين الملك فاروق حبت يعني تصبح عليه، وغيرت في كلمات الاغنيه وقالت يا نيلنا ميتك سكر وزرعك في الغيطان نور، يعيش فاروق ويتهنى ونحيي له ليالي العيد. وكررت الجمله دي اكتر من مره، وهنا الملك فاروق بينبسط جدا وبيفرح جدا. وهنا على طول الملك فاروق بيقرر يمنحها وسام الكمال وكمان وسام العصمه. والموضوع ده عمل ازمه وضجه كبيره جدا جدا وقتها كل الاميرات اعترضوا اعتراض كبير جدا جدا، وعملوا مشكله كبيره جدا مع الملك فاروق ان هو ازاي تدي واحده يعني فلاحه ومن اصول ريفيه وسامين كبار زي دول محدش بياخدهم غير الاميرات بس. وطبعا هنا قدام قوه الملك فاروق كله سكت، والموضوع اتلم يعني، والموضوع يعني خلص. وفضلت اغنيه يا ليله العيد انستينا وجددت الامل فينا موجوده وعايشه لحد النهارده. وحقيقي بجد والله ما حدش بيحس بالعيد غير لما بيسمع في الشوارع وفي الراديو وفي كل حته اغنيه يا ليله العيد انستينا. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيد سعيد على الجميع، واشوفكم في حلقه جديده من احكي لك الحكايه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.